بعدما فشل في التأهل لمنافسة كأس العالم منذ 2002، عاد المنتخب البلجيكي بقوة للمشاركة في تصفيات ذات المنافسة بعد 11 سنة، وأصبح بمثابة أحسن المنتخبات، وهو من المرشحين لنيل التاج العالمي. كيف لا، وهو الذي يضم في صفوفه ألمع النجوم الذين ينشطون على مستوى البطولات الأوروبية، على غرار مروان فيلاني من نادي تشيلسي وكومباني قائد مانشستر سيتي. وتمكن منتخب الشياطين الحمر من حسم تأهله للمونديال بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 2 مقابل 1 في الجولة ما قبل الأخيرة لتصفيات أوروبا. ويبدو أن الثمرة التي تجنيها الكرة البلجيكية هي أن يتنافس منتخبها على لقب المونديال، بعدما توقع عشاق الساحرة المستديرة أن يكون هذا المنتخب بمثابة الحصان الأسود في مونديال بلد السامبا. العجوز في ظل التألق اللافت لبعض المنتخبات التي أضحت تهيمن على كل الألقاب في الآونة الأخيرة على غرار الماتادور الإسباني. حجز الدب الروسي مكانا له في مونديال المعمورة بعد تعادله في المباراة الأخيرة من التصفيات أمام مضيفه الأذربيجاني بنتيجة هدف في كل شبكة في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وحصل المنتخب على 22 نقطة ليحافظ على الصدارة مع ختام التصفيات بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز على منتخب لوكسمبورغ بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، لينهي السباق كوصيف ويضطر لخوض مباراة الملحق الأوروبي. ويمكن القول أن المنتخب الروسي فرض منطقه في التصفيات من خلال استعراض عضلاته على منتخبات المجموعة المتكونة من لوكسمبورغ، أذربيجان والكيان الصهيوني، بالإضافة كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي في العام المقبل بالبرازيل. لكن هذه المرة التأهل لم يكن سهلا، وانتهى برحيل المدرب وسط مخاوف من تقديم الفريق لعرض سيء في بلاد السامبا. وخسر منتخب كوريا الجنوبية على أرضه أمام إيران بهدف دون مقابل في آخر مباريات التصفيات، مما كان معناه حصولها على بطاقة التأهل الأخيرة بفارق الأهداف. واحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتصفيات الأسيوية بفوز خارج القواعد على قطر ب4 أهداف نظيفة مقابل هدف واحد، وفوز ثان كبير على لبنان بثلاثية كاملة، وتعادل مع أوزباكستان بهدفين في كل شبكة، وخسارة واحدة أمام المنتخب الإيراني بهدف دون مقابل. وهو المنتخب الوحيد الذي تمكن من فك شفرة المنتخب الكوري الجنوبي. المنتخب الوطني الجزائري سبق وأن خاض مباراة ودية واحدة في تاريخه أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وكان ذلك عام 1900